بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صلوا وسلموا على نبيكم الكريم. مساكم الله بالخير. بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وبقائه في المدينة واستقراره، وفي يوم من الأيام المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيت أمنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، أحس الرسول صلى الله عليه وسلم بصداع في رأسه الشريف، وزاد هذا الألم حتى أنه ارتفعت حرارة جسده الشريف، فبدأت الحرارة تحس من فوق الثياب. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على بيوت نسائه يلقي عليهن كلاما مما ينفع الله به. عائشة تقول: استغربت له كم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يمر ولا يتكلم، وكان فيها صداع، فجلست عند باب البيت، فلما مر الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: ورأساه، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أنا ورأساه. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وهو يدور بين نسائه لا يعلم غدا أين يذهب، فيقول: أين أنا؟ فلما جاء دور عائشة وجلس عند عائشة رضي الله تعالى عنها، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنادى جميع النساء وتجمع. فلما جمعت نساؤه صلى الله عليه وسلم استأذن المصطفى عليه الصلاة والسلام منهن أن يبقى لشدة المرض عند عائشة يمرض، فما يقدر يدور على حريمه، ما يقدر يعني كل يوم عند واحدة من نسائه، فأذن له أمهات المؤمنين بالبقاء عند عائشة. جلس الكريم صلى الله عليه وسلم في دار عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقد اشتد به المرض يريد أن يذهب ليصلي بالناس، فلما قام سقط بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. فلما سكبوا عليه الماء وأفاق سأل، قال: هل صلى الناس؟ قيل: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقام صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي بهم فسقط. فلما أفاق سأل: هل صلى الناس؟ قيل: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقام للثالثة يريد أن يصلي بهم فسقط بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فسكبوا عليه الماء. فلما أفاق قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي في الناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر يعني صوته إذا خشع في القرآن ينخفض ويبكي، لعله أن يصلي عمر. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي في الناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له لعله أن يأمر عمر. فجاءت حفصة وقالت: يا رسول الله، لعله أن يصلي عمر. قال: إن كن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي في الناس. أمر أبو بكر، فقال أبو بكر لعمر: صل فإنك يعني أقوى مني صوتا. فقال عمر لأبي بكر: بل هي لك يا أبا بكر. تقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى بالناس. وفي يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه قال: يا ليت عندي بعض أصحابي. قالت عائشة: هل ندعو لك أبا بكر؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: هل ندعو عمر؟ فسكت. قالت: هل ندعو عثمان؟ قال: نعم. فدخل عثمان وبدأ يكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه عثمان يتغير، ووضع الكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على عاتق عثمان وقال: يا عثمان، لعل الله أن يلبسك قميصا مهما أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المرض، والمرض كل يوم يشتد، كانت عائشة رضي الله عنها تنفث على رسول الله ثم تمسح بيده الشريفة على جسده الشريف ابتغاء بركة يده صلى الله عليه وسلم، والمرض يشتد به. وفي يوم من الأيام وأبو بكر يريد أن يصلي بالناس، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكب عليه ماء كثير، يصب عليه ماء كثير، فقال: أريقوا عليه 7 قرب كاملة. فأريقت القرب فكأنه خف المرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج للمسجد، لكنه بأبي هو وأمي ما يقدر يمشي، يهادى بين رجلين ورجلينه صلى الله عليه وسلم يخطم بالأرض، ما يقدر يمشي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وشافوا أبو بكر تأخر لأجل أن يصلي رسول الله، فأشر له الرسول أن يبقى، ثم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عن يسار أبو بكر، صار الرسول يصلي جالس، وأبو بكر عن يمينه يصلي اقتداء به، والناس يصلون اقتداء بأبي بكر. بعد الفراغ من الصلاة جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هلموا. ثم خطب بهم خطبة مما قال فيها: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. الصحابة قاعدين يسمعون، فبكى أبو بكر، وبدأ يبكي أبو بكر، ثم قال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأولادنا. بدأ يبكي أبو بكر. استغرب الصحابة، الرسول يتكلم عن رجل خير بين الدنيا والآخرة واختار الآخرة، ولكنهم لم يعلموا أن أبا بكر أفقه منهم، إن هذا المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان مما قاله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته في ماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر
إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول للسنة 11 من الهجرة خف المرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشط الرسول وفتح الستار والصحابة يصلون، ولما انتهوا من صلاتهم التفتوا وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. خف المرض وافرحوا، يقولون وجهه كأنه ورقة مصحف، كلهم فرحوا بذلك. فلما رآه أبو بكر استأذنه، لأن واحدة من نسائه أحد زوجاته في أطراف المدينة وكان هذا يومه، فاستأذن أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذه الزوجة، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يسأل علي يقول يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فيقول علي إنه أصبح بخير حال، الجميع استبشر، خف المرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته، كلهم استبشروا إلا حمزة عم الرسول، فقال والله إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب وإنه وفاة رسول الله. وكان ما توقع صحيح حمزة رضي الله تعالى العباس رضي الله تعالى عنه. فلما دخل عاوده المرض، فجلس صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه الشريف في حجر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما، وبدأ المرض يشتد ويثقل رأسه. تقول عائشة كان في حجري وكان يثقل رأسه. فدخلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم شافت أبوه قالت وكرب أباه، ثم تنظر إلى أبيها وتقول وكرب أباه. فقال صلى الله عليه وسلم لابنته وحبيبته فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. وبدأ رأسه يثقل في حجر عائشة. فدخل عبد الرحمن أخو عائشة وكان معه سواك أخضر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا السواك، عرفت عائشة أنه يريد السواك، فقالت هل تريده؟ ما يقدر يتكلم، فأشر برأسه أي نعم. أخذت السواك وقصته تعطته الرسول صلى الله عليه وسلم، فما استطاع لقساوته فأخذته وقضمته بفمها ولينته بريقه. وكان من فضل الله على عائشة أنه كان آخر شيء يدخل فم رسول الله هذا السواك الذي اختلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم. ثم استاك به فأراد أن يعطيه لعائشة، فسقط المسواك من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان عنده إناء فيه ماء يغسل وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فما استطاع أن يحرك يديه صلى الله عليه وسلم، فمال رأسه وهو يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. ثم شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو السقف، وعرفت أمنا أم المؤمنين عائشة أنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر الخبر وطلع الخبر وبدأوا الصحابة يتكلمون في المسجد، اللي مصدق واللي مكذب. فاستأذن عمر والمغيرة فدخلوا، فلما رأوه عمر قال أغشي على رسول الله، والله لا يقبض رسول الله حتى يقضي على المنافقين. ثم خرجوا والمغيرة ينظر الرسول مات، قال يا عمر لقد مات رسول الله. قال والله إن فيك فتنة لا يموت حتى يقضي على المنافقين. عمر يطلع عمر للمسجد ويخاطب بالناس، قال إن رسول الله لا يموت حتى يقضي على المنافقين، ومن قال أنه مات ضربته. سمع الخبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فجاء مسرعا على فرس له ووقف ودخل على حجرة عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم مغطى، فرفع الغطاء ونظر إلى وجه صاحبه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر وهو يقول طبت يا رسول الله حيا وميتا. ثم بدأ يقبل وجه الرسول، يقبل وجه وجبين صاحبه الذي لطالما رافقه، وهو يقول طبت يا رسول الله. ثم خرج أبو بكر إلى الناس وهم في المسجد، وعمر يخطب ويقول ما لا أحد يقول أن رسول الله قد مات. فأمر أبو بكر عمر أن يجلس وقال اجلس، فلم يستجب عمر. ثم صلى وسلم وبدأ يخطب أبو بكر الناس، فتجمع الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الصحابة مسمعوا الآية ذي كأنهم أول مرة يسمعونها، ومن ضمنهم عمر يقول كأني لأول مرة أسمعها فما استطعت أن أمشي فعقرت بي قدماي، فتيقنوا جميعا أنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.